قاعد في ضغوطات مش عايز يتكلم. لسه احسن مواعيد يا كداب. لا انت الغسيل، انا الغسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. وزي ما اتفقنا معاكم، اول حاجة صلي على النبي على الصلاة والسلام. تنساش لايك وكومنت والشير وفعل زر الجرس. ده لو انت على اليوتيوب، لو على التيك توك كومنت ولايك وفولو بس يعني. تمام. وشير برضه يعني لاصحابك، مش هتزعل. اهم حاجة الشير والله يا جدعان. مش هنتكلم فيه كل مرة، فخلاص انتوا عرفتوا بقى حفظتوا. كنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ اكتر حاجة اللي احنا عايزين نتكلم فيها وبننساها موضوع النسيان. بجد والله. يعني في الطبيعي انت ثواني، انت بتتكلم عن النسيان اللي عنده زهايمر يعني، ولا احنا كرجاله ولا؟ لا الرجاله، ما لسه بقول اه الرجاله عشان ايه حريم بتفكر ان احنا ايه بننسى قصد او احنا بنطنش. لا والله عندنا حته كده في دماغنا اللي هي ايه فن اللامبالاه. بس مش بقصد. ما انا لسه عشان ما يفكروش بقول لك بقى انت قاصد وفاهم. اللي هو احنا مضغوطين ضغطه الحياه، الشغل والعيشه وكل الكلام ده، بيجي علينا وقت خلاص انا على الله. انا قاعد مثلا ممكن بتفرج على الماتش ولا المسلسل ولا التلفزيون ولا ماسك الموبايل ودماغي ديت في حته تانية خالص. اتفرج على فيلم على الموبايل ولا على اللابتوب، الفيلم ساعه ونص انا بخلصه في 4 ساعات. ليه بقى؟ كل شويه ايه ده؟ ما شفتش الحته دي، ما خدتش بالي منها. فعلا بسرح، ممكن ابقى بتفرج على فيلم كده يجي موقف في دماغي اروح في حته تانية خالص. خلاص انت عايز تفصل. مش جاي، مش عايز اركز في حاجه، مش عايز اعمل والفيلم شغال هموت اتفرج عليه مثلا. عايز اعمل كده الله حلو السقف. فاهم كده يعني تبقى تلاقي نفسك بلمت، فاهم؟ مش عارف انت تفكر فيه اصلا. يعني ايه الفيشه اللي جوه عايز تشيلها كده، اللي هو انا عايز ابقى في كوكب تاني معانا. المشكله بقى دي تحمل بتكتر، يعني ايه بتبقى موجوده عند اتنين بالنسبه للشباب اكتر حد، يعني المرتبطين اللي هم مخطوبين يعني وكده، والمتجوزين بقى اكتر واكتر. مش فاهم. طب انا مش مرتبط وعندي. بقول لك اكتر واكتر، عشان اكتر اتنين، عشان الضغوطات اكتر يعني. فاهم؟ اللي انت مثلا راجل خاطب ممكن تبقى انت انا عايز اعمل لون الشقه كده، عاوز اجيب الحاجه الفلانيه، عايز اجيب الاجهزه مثلا، عايز اجيب العفش، هجيب الفلوس منين، هعمل جمعيه ازاي، دماغك مشغوله. فانت لا ارهقت بقى خلاص، عقلك بقى ايه بيشيل الفيش عشان تفصل. كذلك المتجوزين بقى كده شبه حالاتي، فاهم انت؟ الصبح في الشغل وبالليل ما اعرفش ايه وبامبز ومصاريف بيت وعيال وكذا حاجه يعني. ده غير المشاكل الشخصيه بتاعتك. بتلاقي نفسك بقى ايه ده؟ لا انا خلاص. ايوه فعلا. تصدق تعرف تفكر فيها صح؟ طب انت فين من كل دوت؟ يعني انت بتفكر في البيت وبتفكر في الشغل. ما دي المسؤوليه بقى. انا فاهم. ناس مسؤوله منك الاول، وانت بطولك زي انت دلوقتي كده عندك مسؤوليات وحاجات، وعندك مثلا ايه ابوك وامك ربنا يخليهم، فاهم اللي انت ايه عاوز تشوفهم وعاوز تساعدهم. اختك برضك فاهم انت، لا انا عايز افرح باختي الاول اجهزها، فاهم البيت، لا انا عايز اساعد في البيت، الدنيا العيشه بقت صعبه، ازق معاهم في البيت، ابقى شغال ايه اجيب مصاريف بدل مثلا ايه، مش هقول لك عيله ولا انا باخد المصروف، لا انا عايز انا اساعد في البيت، عايز تريحهم بمعنى صح. ايوه عاوز تريح اهلك. فانت بتلاقي نفسك ايه ما بتشغلش برضه دماغك، ايجار، ميه، غاز، كهرباء، اكل للبيت. ماشي. بالنسبه للناس اللي ربنا كريمهم مثلا معاهم نونو ولا عيال، فاهم انت، لو مولود بامبز، علاج ودكتور وعلاج الكلام ده، غير اللي عنده عيال بقى وفي مدارس، فاهم، مصاريف دروس، مصاريف مش عارفه ايه. الهم بيزيد. الهم بيزيد. اهم حاجه كل مرحله العيال بتكبر الهم بيزيد. كل مرحله وليها مشاكلها بقى بتاعتها، فاهم؟ فاللي هو بجد الله يكون في عون كل راجل. فاهم انت؟ ده بقى ودينا النقطه على فكره، مسؤوليه. ده ودينا النقطه برضو، ان زي ما انت قلت مثلا اللي متجوز بقى ولا الخاطب ولا الكلام ده، تيجي بقى خطيبته رغم الهم ده كله، انت نسيت عيد ميلادي، انت نسيت عيد جوازنا، انت مش فاكر النهارده ايه، وهكذا. فاكر اول مره اتقابلنا فيها والله ما فاكر اكلت ايه. انا فاكر ايه دلوقتي اصلا. انا بقى لنا ساعه عمالين نفكر عايزين نتكلم في ايه، ولا هنبداوا فيديو ولا نعمله ايه. لا في حاجات كتير نسيناها والله. ودي على فكره طبيعتنا، احنا مش بنستعبط يعني، هو من كتر الضغط بقى دماغنا مقفله عامله كده، فاحنا نفسنا مش بنفكر في نفسنا. غير بقى ايه المسؤوليه، انت في ناس مسؤوله منك، فاهم؟ لو انت بقى خاطب بقى ايه بنقولوا ايه اللي انت المسؤوليه اللي انت عايز تعمل بيتك وتكون اسره والكلام ده، وفي نفس الوقت مش عايز تضغط على اهلك ولا عايز تضغط على حد، ولا ده سلفني ولا دوت يديني ولا كلها كلام كافيين. كلها خلاص انا هركلك يعني على بالظبط. هم بقى البنات بقى ولا الحريم عامه في بيت المخلل مش حاسين بحاجه. لا والله هم عندهم مشغوليات. ماشي انا فاهم، بس هو ربنا كريمهم بحاجه، ليه؟ حته التفصيل
التفاصيل والتركيز. ما ده زي الزبون. يعني ممكن تلاقي مركزه تقول لك ايه زي اللي هو ايه، انت ماشيه بالعربيه ما شفتش العمود بس شفت الشعر اللي على كتف جوزك. العمود مش بتاعنا بس الراجل بيقول لك ايه احمد مثلا قد يورا بالتينا مثلا. احمد انت اصلا نسيت ان انت عندك مين احمد مين؟ تقول لك بنت خالد بنت عمك مش عارف ايه، كان مولود ساعه لما انا ولدت فيا. زمان المولود ده قد المولود ده. اللي انت نسيت اصلا ان انت عندك بنت اسمها يورا مثلا. نسيت ايه اصلا؟ فاهم انت؟ اللي هم ايه فاكرين. ده كان في موقف، معلش في موقف كان واحد حكى ما اعرفش ده حقيقه ولا كوميديا. ما كتر النسيان يعني. مثلا فرحوا النهارده تمام، فاتجوز وروح البيت وبتاع والكلام ده. مش فرحوا النهارده مثلا اتجوز بقاله اسبوع 10 ايام حاجه زي كده. وراح نزل الشغل هنا وفي شهر العسل وراح جاي مروح البيت عندهم. ده كان البيت عندهم اللي هو متجوز. دخل الاوضه ونام وجوه، فلما صحى امه تقول له انت في مشكله معاك، مفكرها ايه ساب البيت وكده. لا في ايه؟ انت متجوز يا ابني؟ ايه ده بجد؟ دي من المواقف الطريفه. تبقى عارف برضك من ضمن المواقف الطريفه اللي انا موقف قايل لك عليه امبارح. هو اجنبي ده. ده ايه؟ كان في واحد في المول فيديو اجنبي يعني، والراجل ماشي والعربيه بتاعت الاطفال ديت معاه، هو ماسكها وبيتكلم في التليفون، ونونو على ظهره كده بشنطه زي بتاعت المدارس بتاعت زمان. فهو سامع صوت الولد بيعيط وايه مش عارف هو مش عارف، عمال يدور وهو سامع الولد ويلف عليه لنفسه. واحد جايه واحده معديه قالت له بيبي على ظهرك اهوت. فاهم انت؟ شفت بقى الدرجه الايه؟ عارف بقى ممكن ما حد يطلع يقول لك ايه سو سرحان بيكلم واحده ثانيه او مش عارف ايه والله. ممكن يكون بيكلم مراته، اصل هم كانوا في مول. ممكن بيقول لها انت فين خلصتي مثلا ولا لا. انا مضطر شغل مثلا، في حد كمان في الشغل في حاجه. لا ممكن يكون هو بيقول لها هي فين، هي بيقول لها انا مش لاقيه مثلا. فاهم؟ تلاقيش ضمانك اللي هو ابسط مثال اللي فيديوهاتها كانت نازله من فتره، اللي هو تلاقي واحد بيتكلم في التليفون بيسرح على نفسه فوق العماره، بيحفر في الارض بيهد بيت. فاللي هو بيكون في دماغ ثانيه خالص يعني. انا والله كشخصيا انا عيد ميلادي يوم عيد الام. والله العظيم كمان مره. عيد الميلاد اللي فات ده كان قبل رمضان بيومين ثلاثه حاجه زي كده. والله العظيم نسيته. اللي فكرني بيه ايه؟ عيد الام. البوستات اللي على النت بقى ايه، العبايات بقى وطقم الكوبايات والورده وربنا يخليكي يا امي. فانا برضو ايه ده عيد ميلادي اللي اكدني بقى الفيسبوك. كل سنه وانت يا محمد ومش عارف ايه. على فكره حمد، طب دي حاجه حلوه. اللي هو ايه اللي انت هتفتكر عيد الام ده عشان تعيد على امك برضك في نفس اليوم. ما اديتلهاش حاجه بصراحه. مش كلنا بننسى يعني. انا هدايا. وبعدين الامهات بتقول لك ايه، انا مش عايزه حاجه، انا عايزاكم كلكم كويسين. كتر خيرك والله مش عارفين نرد جمايلك ازاي. ولا تعرف تردها اصلا. فوالله ننجز الموضوع كده يعني. احنا مش ناسينكم، احنا اصلا ناسيين نفسنا. مش قاصدين يعني. فاهم؟ فالفكره كلها هي طبيعتنا. زي ما انتوا طبيعتكم تركزوا في التفاصيل، طبيعتنا اللي احنا ناسيين. دي حقيقه. ممكن دي على فكره تكون ميزه من عند ربنا. ممكن يكون احنا بننسى عشان خاطر زي ما قال محمد ضغوطات علينا كتير. من كتر الضغوطات لازم نفصل شويه وننسى. اللي هو ايه لو ما نسيتش هلاقي دماغي بقت قد كده من كتر التفكير. هيجي لي توحد بقى ولا دماغي تضرب ولا ما اعرفش ايه. فده حقيقه فعلا. امشي في الشارع وماسك عصايه ويضرب والله عارف يا حمو، حتى الناس المجازيد دول من كتر الضغوطات برضه. ايوه يعني هو دماغه برضه عايز يفصل من الناس اللي بتزاوله واللي يضربوا واللي مش عارف ايه. ارحمونا والله نسيت، قسما بالله نسيت. رساله لكل زوجه اتقي ربنا في جوزك والله مش منفض لك، ده هو غصب عنه من ضغوطات الحياه. عنده مشكله في الشغل، مشكله مع المدير عنده عجز، عنده معرفش ايه. الاخوه المرتبطين سواء بقى انت بقى ايه في الحاليه لا المخطوبين بس، مش اللي هو مرتبطين تحت السلم يا عم. ولا كده الموضوع لا نو مرتبطين. ارحموا خطيبك شويه يا اختي. ماشي يا ماما، ارحموا خطيبك شويه. وانت متجوزه ارحمي جوزك شويه. ارحمونا عشان خلاص. بتتكي على الجوزه ليه كده؟ متجوزه ليه؟ معلش يا عمو، الواحد في ضغوطات مش عايز يتكلم. لسه عارف المواعيد يا كداب. لا انت الغسيل، انا الغسيل. جدع. لا والله بالراحه علينا عشان والله بجد احنا عشان احنا استوينا. السلام عليكم.